النهاردة هنبدأ بشرح بسيط لبرنامج فيلمورا، وبرنامج متميز جدا في الموشن جرافيك أو المونتاج عموما. أول حاجة هتحتاج إنك تجيب الميديا أو الحاجات اللي انت طبعا حابب تشتغل عليها. علشان نقدر نجيبها هنضغط ضغطتين هنا، هيفتح لنا معانا الحاجات اللي احنا عاوزينها، وليكن ده مثلا، وهنعمل له open، وقال لي import، فبقى موجود عندي اهو. تمام. ودي كل الميديا اللي انا هشتغل عليها. اول حاجة هتعملها انك هتروح تجيب الميديا اللي انت حابب تشتغل عليها وتنزلها في السيكونس ده كده. تمام. موجودة معانا اهي، وطبعا اي حاجة تستخدمها تجيبها جنبها. معانا علامة الماينس والبلاس دي او الشريط اللي قدامك ده، تقدر تزود بيه حجم التراك اللي قدامك ده او تصغره من هنا. تمام. عندك فيه كذا حاجة أساسية تقدر تشتغل بيهم عشان تطلّع بيهم شغل حلو. أول حاجة أنا عاوزة إن الخلفية بتاعة كل الصور دي تبقى واحدة، واحس إن الحاجات دي هي اللي بتتحرك، مش الشكل ده كله هو اللي بيتحرك. أعملها إزاي؟ أول حاجة خلّونا نوحّد لون الخلفية. عندي هنا من الsample color دي بافتحها، وهالاقي عندي ألوان كتير دي باحطها في الbackground، وليكن إن إحنا نختار اللون الأبيض، فباشده كده وأنزّله تحت، واخده على طول التراك. خلونا نشوف كده، بقى اللون موحد في الخلفية. طيب عظيم جدا. الحاجة التانية اللي هعملها، احنا زي ما قلنا عاوزين الحاجات دي تكون هي اللي بتتحرك، فأنا محتاجة أعمل ترانزيشن عندنا اهو. هنضغط عليه وهيطلع لنا أشكال كتير نقدر نستخدمها فيه، اللي هي الحاجات الأساسية البيزك، وفي ال 3D، وفي حاجات كتيرة جدا تقدر تستخدمها مع كتر الممارسة وتجرب بنفسك. وليكن تعالوا نستخدم ده كده وهننزله ترانزيشن، يعني بيكون ما بين كل حاجة والتانية، فأنا هحطه ما بين أول صورة وتاني صورة. خلونا نجرب الترانزيشن ده كده نشوف التأثير بتاعه ايه. ده مثلا التأثير اللي هو عمله على الصورة. لو حابين اللي احنا نمسحه بنتك على الترانزيشن نفسه بالماوس، وبنعمله ديليت من الكيبورد. تمام. تعالوا نستخدم حاجة تانية مثلا، وليكن الإفكت ده أو الترانزيشن ده، ونشوف هيعمل ايه. تمام. تقدر تستخدم بقى أي ترانزيشن انت شايفه مناسب وحابب تجرب فيه، بيكون كله على حسب تجربتك والممارسة اللي انت بتعملها. طيب كده احنا عرفنا لما نعوز هنعمل ترانزيشن هنروح عند دي كده، وهنجيب منها الترانزيشنز اللي موجودة قدامنا دي، وهنختار ما بينهم. عظيم جدا. الحاجة التانية اللي ممكن تحب تستخدمها هي التايتلز. لما تحب تكتب حاجة على الصور دي كده أو ملاحظات مثلا، فعندك في تايتلز كتير ممكن تستخدمها زي الشكل ده مثلا. ممكن تجيبه هنا كده ونشوفه. ده اللي موجود عندنا اهو. نقدر اللي احنا طبعا بنصغر الحجم بتاعه، نجيبه هنا كده، وادي الكلام برضو نصغر الحجم ونجيبه. طبعا تقدر تعملها روتيت من العلامة اللي موجودة عندنا دي بالماوس كده ونقلبها شوية. طبعا انت بقى بتتحكم في المكان بتاعها زي ما انت عاوز اهو. شكل الكتابة طبعا دي تقدر ان انت تغيرها، تضغط عليها كده مرتين هيفتح لك الشكل اللي قدامك هنا ده. جايب لك هنا الكلام المكتوب اللي هو الديمو تكست. طبعا تقدر تكتب اي حاجة انت محتاجها بالعربي او الانجليزي، وليكن voice over. وعندك حاجات كتيرة للخطوط، زي ان دي تقدر تعملها بولد كده يبقى اللون القوي ده. وهنا احجام الخط زي ما بتستخدمها في الوورد او اي برنامج تاني، تقدر تعملها كده تكون مايلة شوية طبعا على حسب راحتك. وتقدر تعمل ريسيرش كده في الشوية دول وتجرب بنفسك، وفي الاخر بتقوله اوكي. وبكده بقى عندك اللي هو شكل الملاحظة دي كده. هنشوف شكلها من هنا لما نبدأها اهو. طلع عندك بشكل لذيذ جدا. هتلاقي عندك طبعا باقي العناوين اللي ممكن تستخدمها، وبعد ما هتخلص طبعا هتعمل له اكسبورت من هنا كده. هتكتب طبعا اسم الفيديو وعاوز تسيفه فين، في هنا مثلا في الداونلودز، ولا في مثلا البيكتشرز، ولا في الديسكتوب، على حسب راحتك طبعا.
وفي الاخر هتقول له اكسبورت، هتضغط على دي. ودي كانت اهم الاساسيات في برنامج فيلمورا. هسيب لك لينك التحميل بدون علامة مائية ومجانا تماما في الديسكريبشن، وكمان هسيب لك لينكات لاهم المواقع اللي ممكن تجيب بيهم داتا تستخدمها للمونتاج، زي اللي موجودة قدامك هنا في الحاجات اللي تستخدمها سواء للموشن جرافيك او المونتاج بشكل عمومي. انا عايدة طاهر، فويس اوفر، هكون معاك خطوة بخطوة في رحلتك للتعليق الصوتي.